النهاردة هكلمكم على أثر مهم جدا في شارع المعز، وهو قبة الصالح نجم الدين أيوب. طبعا احنا في الحتة دي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، عملت فيديو احنا قلنا اللي احنا المكان ده بين القصرين، واتكلمت عنه ووضحت لكم ايه هي منطقة بين القصرين. طيب احنا هنا فين؟ احنا هنا عند قبة الملك الصالح نجم الدين أيوب. بس قبل ما نتكلم على القبة لازم طبعا نعرف مين هو الملك الصالح. طبعا الملك الصالح نجم الدين أيوب هو ابن السلطان الكامل، ويعتبر هو آخر سلاطين الدولة الأيوبية، لكن هو طبعا مش في الآخر لأن كان في بعده حد، ولكن نقدر نصنفه اللي هو الأخير، نظرا طبعا يعني إن قوة الدولة الأيوبية وذروتها انتهت بوفاة الملك الصالح نجم الدين أيوب. طبعا الملك الصالح نجم الدين أيوب كان ليه دور كبير جدا في التصدي للفرنجة اللي هم الصليبيين. الحملة الصليبية السبعة كان بجالة لويس التاسع قدر اللي هو يتصدى ليها، وطبعا هو ما كملش نتيجة طبعا اللي هو مات، واللي كملت بعده زوجته ليها شجر الدر. وان طبعا الصالح نجم الدين أيوب كان ليه دور كبير جدا اللي هو جاب المماليك، وخاصة المماليك البحرية، واتكلمنا قبل كده، ورباهم وكبرهم لحد بقى ليهم شأن وترقوا في الوظائف، لدرجة ان المماليك اصلا يعتبر ان الاب الروحي بتاعهم هو الصالح نجم الدين ايوب. وده هنشوفه في الفكر المعماري بتاعهم، لان احنا لو هنبص على الفكر المعماري بتاع المماليك هنلاقي نفس تطبيق التخطيط مشيوا بالظبط على الملك الصالح نجم الدين ايوب. ولكن طبعا يهمنا من كل ده القبة دي. طبعا لما توفي الصالح نجم الدين ايوب، وكان طبعا كانت لسه الصليبيين كانوا موجودين، شجر الدر كان ليها دور جدا كبير جدا اللي هي تلعب الدور الرئيسي مكان الملك الصالح، وخاصة في إخفاء خبر وفاة الملك الصالح. يعني مكانش حد يعرف غير شجر الدر واتنين، واحد اسمه فخر الدين ابن يوسف، واحد تاني اسمه اللي هو جمال الدين محسن. كانوا هما الاتنين عارفين، وكانوا طبعا السر ده ما بينهم هما التلاتة محدش كان يعرف لحد لما انتهى الامور بعد كده. طيب طبعا كان الملك الصالح لما توفي كان موجود فين؟ جثمانه في قلعة الروضة. احنا عارفين كان في قلعة صلاح الدين، ومنهم كمان كان في قلعة اسمها قلعة الروضة، وكان موجود الجثمان بتاعه. وفضل الحال على كده لحد لما شجر الدر طبعا اتجوزت المعز ايبك، ومن المعز ايبك طبعا واما بنت القبه بتاعته دي، هي قعدت حوالي 11 شهر تبني في القبه بتاعته، نقلت الجثمان من قلعه الروضه الى نقلته للمكان اللي هي فيه ده اللي هي شارع المعز. طيب شجر الدر لما بنت الكلام ده كان بنته سنه 648 هجريا. نلاقي ان شجر الدر ليها شخصيه قويه جدا او جبروت قوي. ليه نقول عليها جبروت؟ ليه؟ لان الفكر بتاعها ايه؟ تخيل ان هي قالت لك بص بقى، انا هخلي الملك الصالح نجم الدين ايوب ده السيرة بتاعته تبقى طول الزمن، تبقى كل الناس تتذكر الملك الصالح اللي هو جوزها. عمل ايه او هي عملت ايه؟ تخيل طبعا ان فكرة اللي انا عشان ابني قبة مدفن في الشارع المعز ما كانش كانت مستحيل، او ما كانش حد بيعمل كده. يعني الدولة الفاطمية نفسها كان عندهم تربة الزعفرانة، واللي كان يدفن او يدفن في القرافة، فكان كله يدفن في حتة بره خالص، بره مدينة القاهرة. فبالتالي شجر الدر بالفكر بتاعها والذكاء بتاعها تخلي لك تبني لك وتقول لك انا اعمل لك قبة مدفن داخل شارع المعز. وطبعا شارع المعز ده شارع تجاري، حركة رايح جاي، فبالتالي اللي هيجي يعرف ان المدفون هنا السلطان الملك الصالح نجم الدين ايوب، فبالتالي بيقرأ الفتح عليه رايح جاي نظرا لايه؟ للشارع وازدحامه واهميته. فبالتالي هي بنت في المنطقة دي، ومش بنت بس في الحتة دي بالذات، دي بنت في مكان اصلا كان المكان ده ايه؟ ده كان المكان ده هو القصر الشرقي الكبير. واحنا اتكلمنا على منطقة بين القصرين، احنا قلنا ان كان فيه القصر الشرقي الكبير في الحتة دي، وقبله كان القصر الغربي الايه الصغير. طيب وقلنا ان القصر الشرقي الكبير بقى الحتة دي ان كانت مكان قبة الصالح نجم الدين ايوب. كان فيه باب اسمه باب الذهب، كان خاص بالخليفة الفاطمي، وكان الخليفة بيخرج وقت طبعا الاحتفالات من الباب ده. فتخيل ان شجر الدر نفسها تبني القبة بتاعتها في المكان ده، فبالتالي هي نقطة قوية جدا اللي هي تعمل الحاجة دي. طيب
شجر الدر بقى، شوف الفكر المعماري، احنا خلاص احنا دخلنا بقى في الفكر المعماري. شوف بقى الفكر المعماري عملت ايه. ان القبة اللي هي بنتها، طبعا العصر الايوبي وبيتميز بايه؟ عندك من ضمن اللي متميز بيه الارتفاع ومركز الارتكاز او نقاط الارتكاز بالنسبة في المعمار. فتخيل ان شجرة الدر عملت حاجة اسمها فكرة الاثر المدمج. يعني ايه الاثر المدمج؟ يعني اول قبة مدمجة تعملها شجرة در. يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني قدرت اللي هي تدمج المنشأة نفسها اللي هي القبة اللي احنا شايفينها دي، تدمجها بالمنشأة الخاصة بالملك الصالح. لأن الملك الصالح أصلا كان باني، وقبل كده قبل ما يبقى فيه القبة بتاعته كان باني المدرسة اسمها المدرسة الصالحية لتدريس المذاهب. فبالتالي ان شجر الدر لما بنت المنشأة بتاعت قبة الصالح ودمجتها بالمدرسة. فنقدر نقول ان اول قبة مدمجة او قدرت تعمل الفكر المدمج ده شجر الدر وتدمجها بالمنشأة التانية. لدرجة بقى ان مين اللي اتبع الكلام ده. يعني شوف بقى، يقول لك ان الملك الصالح هو الاب الروحي المماليك نفسهم اما جم يبنوا خلاص ان شجر الدر بنت هي اللي حطت رجليها وبنت مدفن للملك الصالح. هنا المماليك بعد كده لو بصينا بقى عندك مجموعة قلاوون الناحية التانية عمل لك اهو كمان مدفنه، وقال لك اشمعنى انا يعتبر الملك الصالح هو الاب الروحي بالنسبة لي. ومش بس كده، كمان ده عمل فكرة برضو فكرة الاثر المدمج، ان دمج القبة بتاعته بمنشأة تانية. فشوفوا بقى فكرة التطبيق، يعني التطبيق يبقى التأثير والتأثر اللي اتطبق هنا. تمام. اللي عملته شجر الدر او اللي اتطبق وفكرة القبة المدمجة دمجتها واتعمل برضو من ناحية الايه المماليك. طيب لو بصينا بقى على الاثر طبعا نفسه، هنلاقي ان الاثر نفسه اصلا المدخل بتاعه، لو بصينا على المدخل يا جماعة هنلاقي لو طلعنا فوق كده بنظرنا شوية وقربنا هتلاقوا ان كان في شريط كتابي ما ايه موجود هنا بس كأنه متاكل. فبالتالي عايز يقول لك خد بالك ان المدخل اللي كان هنا ده او اللي كان هنا كان مرتفع لحد الحتة دي. يعني المدخل نفسه كان الحتة دي، بس طبعا هو التجديدات إلى آخره فاتعمل واتجدد من لجنة حفظ الآثار العربية. يبقى ده المدخل. تمام. لو بصينا على عتب المدخل لو قربنا منه هنلاقي ان عتب المدخل نفسه معمول الجرانيت عليه طبعا خط هيروغليفي، فبالتالي متاخد من احدى المعابد المصرية. طبعا هو مش متاخد، يعني هو فكرة حجر، فبالتالي هم استغلوا اعادة توظيفه مرة تانية وحطوه في الاثر ده. تمام. في الاثر ده. تمام. لو بصينا بقى من ناحية الشبابيك هنلاقي هنا في 3 شبابيك، كل شباك طبعا من النحاس المفرغ عليه اشكال هندسية تمام جميلة جدا وزخارف نباتية. وهنلاقي ان طبعا الشباك اللي في النص هو الشباك الاطول، اللي هو الشباك اللي في النص ده هو الاكبر. واخدة القبة هنا او الجسم المعماري او المنشأة نفسها واخدة شكل البروز كأنها طالعة لقدام. وهنلاقي انت عند كل شباك من فوق العقد بتاعه او العقد بتاعه نلاقي عامل زي قشور السمك، ودي حاجة برضو ما كانتش موجودة. تمام. فده فكر معماري ايه متطور. طيب هنلاقي حاجة بقى تانية مهمة جدا وبرضو اتعملت وطبقها المماليك، هي فكرة مراعاة حق فقه الطريق. يعني ايه؟ يعني انا اما باجي ابني او اما باجي بعمل المنشأة بتاعتي ما اثرتش على حركة السير. لذلك هتلاقي جنب قبة الصالح ايه ده سبيل، واتكلمنا على السبيل قبل كده. والسبيل هنا بتاع خسرو باشا. شوف خسرو باشا اما عمل السبيل عمله ازاي. شوف هو ما عملوش بشكل ولا لا عمله بالشكل ده. يعني ما عملوش بشكل مقوس او حاجة، لا عملوا شكل كأنه شكل مستطيلي. وهنا عمل حاجة اسمها مراعاة حق فقه الايه الطريق علشان ما يسدش الطريق. فبالتالي برضو منشأة البناء بتاعت القبة نفسها لما اتعملت ما سدتش الطريق على المرة والرايح واللي جاي. نفس الفكر اللي اتطبق هنا طبقه برضو المنصور ايه قالوه. تمام. تعالوا بقى نبتدي هنخش جوه بقى ونشرح بقى الأثر من جوه ونشوف بقى ده التركيبة الخشبية اللي موجودة والمدفن والقبة وإلى آخره. دخلنا دلوقتي جوه عند قبة الملك الصالح بقى جوه خالص. طبعا حابب اقول لكم ان جنازة الملك الصالح لما طبعا اتنقل جثمانه من قلعة الروضة للقبة اتعملت له جنازة طويلة جدا عريضة حضرها كل الناس
واستمر طبعا الحزن عليه 3 أيام، لدرجة إن المماليك القريبين منه اللي حلق شعره ولبس أبيض نتيجة الحزن الشديد جدا على الملك الصالح نجم الدين أيوب. طبعا لو بصينا بقى على جمال القبة والبناء نفسه، وشايفين بقى عظمة البناء، يعني حاجة كده في قمة الجمال والروعة. طبعا هنا بقى الفنان أو اللي بنى بياخدك ويفصلك خالص ويقولك تعالى أفصلك عن العالم الدنيوي اللي انت كنت فيه، وأدخلك بقى القبة وأعرفك إن ده مدفن. طب هيعرفني إزاي؟ هو اوريدي بالكتابات أول ما تخش، بس انت افرض ما بتقراش كتابات، يبقى أول حاجة عايز يقولك خد بالك إن في تركيبة خشبية. يبقى عايز يقولك خد بالك في تركيبة خشبية، فعايز يقولك خد بالك إن في هنا شخص مدفون في المكان، واللي احنا عارفينه بقى اللي هو الملك الصالح نجم الدين أيوب. يبقى أول حاجة راجل ينبهك ليها وأنت داخل ويفصلك كده، يقولك خد بالك في تركيبة خشبية، وإن في شخص مدفون في المكان الملك الصالح نجم الدين أيوب. طيب، هل الملك الصالح نجم الدين أيوب مدفون في التركيبة الخشبية أو تحت التركيبة الخشبية اللي محيط بها بالكلام ده؟ يعني أنا لو شلت التركيبة دي دلوقتي، تمام، هل هلاقي الملك الصالح تحت؟ لا. النظام الدفن هنا ما يتدفنش، لا مش من تحت، لا يعني هنا مش من اول ما تشيل، ده بيبقى اصلا بيبقى فيه اوضه تحت الارض، يعني بيبقى هنا اصلا بيبقى فيه زي اوضه تحت الارض كده، مدخل تحت الارض، تمام، ويتدفن ويبقى قربه اكتر من المحراب، يعني يبقى الاوضه دي من قربها ناحيه المحراب، تمام. وانا اقول لكم ليه وفكره المحراب الى اخره واخره، واقول لكم الرمزيات اللي موجوده في المكان، تمام. يبقى اول حاجه التركيبه الخشبيه. طيب انا دخلت جوه، هنا طبعا في الشبابيك، احنا الشبابيك اللي احنا شفناها بره، اللي هو احنا قلنا ال3 شبابيك اكبرهم الشباك اللي في النص اللي انا فيه ده اهو، اللي انا بشاور عليه او اللي انا واقف ايه ناحيته اهو، وده اللي قلنا فيه بروز وبروز للمعمار. طيب الشبابيك دي ايه؟ اللي هو الشبابيك عشان يبقى فيه قراءة على المكان، لان مثلا المكان نفسه احنا زي ما قلنا شجر الدر بنت شارع المعز، شارع المعز ده ازدحام ناس رايحة جاية، الشبابيك مفتوحة، فبالتالي اللي يجي يعرف ان ده مدفن للملك الصالح يقرا الفاتحة. القراء نفسهم كانوا يعملوا ترتيب للقراء، لان كان في قراء ايه وكل واحد ليه وردية زي ورديات كده في الشغل، في ورديات للقراء كل واحد ليه دور ويقرأ شوية على المدفن. فبالتالي الشبابيك الخارجية ليها وظيفة أكتر، اللي هي طبعا تهوية وإضاءة للمكان، ويدخلك من الناحية التانية اللي هو يدخلك بقى ويقول لك القراء وهما بيقرأوا الإيه القرآن الكريم. طيب طبعا الشريط الكتابي اللي معمول بخط النسخ الأيوبي، تمام، وهنا بيقولك بقى مولانا الملك الصالح نجم الدين أيوب، طبعا ابن السلطان الملك الكامل إلى آخره طبعا، ومجموعة من الآيات القرآنية. هنلاقي هنا شايفين الضرفتين دول، يعني شايفين هنا ده كأنه زي دولاب، تمام، وهنا دولاب، يعني هنا وهنا ده كان المتعلقات الشخصية الخاصة بالسلطان الملك. يعني السلطان الملك لما جم نقلوه من القلعة لهنا، خدوا معاه المتعلقات بتاعته والحاجات الخاصة بيه ونقلوها حطوها فين في المكان ده، بس هي طبعا حاليا مش موجودة أكيد يعني، تمام. طيب لو بصينا بقى على القبة نفسها، بصوا بقى القبة نفسها عاملة ازاي. طبعا احنا اتكلمنا على فكرة بناء القبة، اتكلمنا عليها كتير جدا، وقلنا عشان يبني لك قبة ويطلع لك قبة، اتكلمنا وقلنا يعني قلنا للصبح، وقلنا التطور، يعني انا كنت متكلم على كباب ال7 بنات، واتكلمت في فكرة تطور الايه القبة نفسها كمعمار. هنا بقى عامل ايه في التطور؟ بص بقى يعمل لك ايه، ونقولها مرة تانية، عمل لك مساحة مربعة، يعني اللي انا فيه ده كده كله تمام، اللي انت شايفينه ده شكل مربع. طيب عشان يطلع بالقبة يعمل لك ايه؟ يعمل لك حاجة اسمها مرحلة انتقال، فيعمل لك شكل الايه المقرنصات، اللي هو الشكل المثمن، اللي هو الشكل المثمن ده اسمه المقرنصات، تمام، او الحنية نفسها، تمام، واخد الشكل الايه المثمن او المقرنصات ده. فبعد كده يطلع ويعمل الايه الرقبة بتاعته، او يعمل القبة بتاعته اللي واخدة شكل ارتفاع ضخم زي ما احنا قلنا، الشكل القوي في العمارة الأيوبية، ويعمل لك فيها بقى الشبابيك اللي تديك كوظيفة إضاءة وتهوية، كوظيفة إيه؟ إضاءة وتهوية للمكان. طيب كناحية رمزية هما 8 شبابيك، يبقى أبواب الجنة ال8، واتكلمت عنها في مدرسة السلطان حسن، تمام. ومن ناحية تانية يبقى حملة العرش
فبالتالي يبقى ابواب الجنه وحمله العرش. واقول لك بقى الرمزيه من القبه ايه؟ يبقى القبه من ناحيه وظيفيه اضاءه تهويه. طيب من ناحيه بقى رمزيه، هو هنا القبه ترمز الى السماء او العالم الروحي. فبالتالي هو الشخص هنا اللي هنا المدفون، وكأنه روحه تصعد أو تصل إلى السماء أو تصل إلى نعيم الجنة. لأن هنا الشبابيك التمانية يبقى أبواب الجنة التمانية، في الشخص هنا كأنه روحه تصعد إلى إيه؟ إلى نعيم الجنة أو دار الآخرة. فدي فكرة وجود القبة طبعا، وكل ما القبة واخد ارتفاع عالي الشبابيك تبقى في شكل ارتفاع عالي. طيب وخلي بالكم من وجود الناحية الوظيفية برضو في الشبابيك. هي يعني الناحية الوظيفية لوجود الشبابيك اللي هي هنا بتعمل لك نوع من ايه، من اللي عشان تستحمل زي ما نقول كده او تخفف الحمل والوزن على المعمار نفسه. يعني الشبابيك دي عشان يعمل لك المقرنصات مرحلة انتقال وشباك ويطلع لك برقبة قبة، وكأنه هنا خفف حمل او عزل ما بين البناء نفسه الحتة دي والحتة اللي فوق نفسها، يبقى عمل ما بين ده وده فيخفف لك حمل ووزن على المعمار نفسه او على فكرة الايه الطلوع بالقبة نفسها. تمام. طيب عندنا المحراب نفسه. المحراب نفسه اما نيجي نتكلم عليه هنلاقي طبعا يقول لك هو محراب، هو حد هيصلي؟ يقول لك لا مفيش حد هيصلي، بس هو طبعا الشخص يدفن اتجاه القبلة فيتعمل لك المحراب. لكن المحراب ده ليه ناحية رمزية بقى رهيبة يعني. ولكن احنا لو هنتكلم على محراب الملك الصالح نجم الدين أيوب، كان يعتبر، بصوا بقول ايه، كان يعتبر من أقوى وأحسن المحاريب اللي كانت موجودة. لأن بعد كده هنلاقي من أجمل المحاريب اللي موجودة بقى وأحسنها المحراب بتاع المنصور قلاوون لو دخلنا مجموعة قلاوون. لأن المنصور قلاوون قلد الملك الصالح، أو بمعنى أصح ما قلدوش بقى، قال لك لا أنا عايز إيه؟ أنا عايز أعمل أحسن منه. لأنه يعتبر بالنسبة له الأب الروحي وهو إيه تلميذه، فبالتالي هو بياخد من أستاذه. فاهمين الفكرة إيه؟ هو المحراب على فكرة بتاع الملك الصالح ما كانش كده، ده كان فيه زخرفة رهيبة. يعني احنا لو بصينا طبعا أثرية المحراب إيه؟ اللي هو المحراب كمحراب تكوين معماري شكل مجوف. يعمل لك الشكل المجوف اللي هو ده التجويف اللي هو الشكل الداخلي، واتنين عمودين، عمود وعمود، والفراغ اللي ما بينهم، شايفين الحتة دي اللي هو الايه الفراغ اللي ما بينهم. فده التلات حاجات الخاصة بالتكوين المعماري الايه للمحراب. فالمحراب كان اللي احنا شايفينه كان مزخرف بزخارف هندسية. تمام. ومعمول طبعا بالالوان الجميله، اللون الابلق اللي هو مدي لون ابيض ولون اسود، واتكلمنا عليه فكره الليل والنهار، النور والضلمه، الخير والشر، واتكلمنا عليه في مدرسه السلطان حسن. والجزء اللي تحت برضو اللي واخد بقى شكل اللون الابيض والاسود برضو والاخضر. تمام. وعايز اقول لكم ان الجزء اللي فوق من المحراب ده بقى كان جزء رهيب جدا. يعني الجزء ده اسمه طاقية المحراب لأنه عامل زي شكل الطاقية. طاقية المحراب ده كان مزخرف زخارف في الفسيفساء، لكن كل ده تجرد راح مش موجود. يعني عشان كده احنا لو قلنا لك يعتبر اجمل المحاريب اللي كانت موجوده المحراب بتاع الملك الصالح ده. مش بس كده، انا عايز اقول لك ان طبعا المحراب ده رخامي، فكان معمول من يعتبر من يعني اول المحاريب او المحراب اللي معمول من رخام الخردة، ودي حاجة برضه ما اتعملتش قبل كده. فبالتالي هو يعتبر من اقوى واجمل الايه المحاريب. تمام. فهنا اللي كان مزين بيه اللي هو الايه الفسيفساء، لكن ما بقتش ايه موجوده. هنلاقي طبعا زي ما احنا قلنا بقى نبتدي نشوف كده المحراب. طبعا احنا الشخص عشان يدفن ناحيه اتجاه القبله ويعرف ان ده ناحيه اتجاه القبله ومفيش حد هيصلي هنا طبعا، دي امر بديهي. عمودين موجودين سيمتريه بالاخضر الغامق. واللون الاخضر خلي بالكم هو مذكور في القران 8 مرات. رمزيه اللون الاخضر هو مذكور خاص كقدسيه اكتر او كقوه اكتر من ناحيه الجنه. يعني في سوره الكهف لو ايه يلبسون ثيابا خضر، تمام، من سندس واستبرق، فبالتالي ثياب خضر، فبالتالي خاص بايه بتاع الجنه. فبالتالي هو فكره ايه بقى يوصلك الفكر ايه العبور لايه للجنه ونعيمها. تمام. واللون الاخضر نفسه بيرمز للامان ويرمز للسلام ويرمز للراحه النفسيه الكامله. فبالتالي هو ليه رمزيه في وجوده في الايه في القصر هنا، خاصه اللي انا فيه ايه ده مكان انا فيه ايه ده مدفن. فبالتالي مختلف خالص. يبقى المدفن هو شخص متوفي يعبر للناحيه الايه للعالم التاني او للجنه. دي حاجه. طيب لو بصينا بقى وركزنا في حته نفسها بقى نبتدي ايه نركز فيها بقى شويه، اللي هي فكره
المحراب نفسه او تجويفة المحراب نفسه. طبعا المحراب نفسه هو كأنه مظهره واخد شكل الباب، يعني رمزيته وكأنه باب. فبالتالي هو باب طبعا شكل رمزي، هو مش باب حقيقي، يعني حاجة رمزية كده. فكأن الشخص هنا الباب ده العبور يعبر به إلى الله أو يعبر به إلى الجنة. تمام، يعني الباب ده أو المرور الشخص المؤمن أو المسلم المتوفي، تمام، من الباب ده يعبر به إلى إيه؟ إلى الجنة. تمام. طيب دي حاجة، يبقى المحراب نفسه رمزيته كأنه باب. دي حاجة تانية، التجويف نفسه اللي انتوا شايفينه ده بيرمز بقى لفكرة الكهف. يعني ايه الكهف؟ ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ الكهف ده الفكرة ان لو احنا ركزنا ان طبعا الرسالة اللي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار بتاعه واخد لشكل ايه؟ شكل الكهف او المدخل بتاع الغار. فاهمين الفكر ايه؟ فهنا ان هنا تجويفة المحراب واخدة شكل التجويف او واخدة شكل رموز الكهف او رموز الغار اللي نزل منه الرسالة الى الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام. فالوحي نزل في الغار ده على الرسول. تمام. فبالتالي اما الوحي نزل بايه؟ نزل بكلمات الله او بآيات الله. تمام. فبالتالي آيات الله ونزلت، فبدأت الرسالة من النجار ده وبدأت تنطلق منه للعالم كله. فبالتالي نقدر نقول ايه؟ نقدر نقول ان الحتة دي بالذات هي المركز. بالتالي الحتة دي نقدر نقول عليها مش المركز بقى، نثبتها اكتر، اللي هي القلب نفسه. فبالتالي هنا القلب، يبقى هنا كأن المحراب اللي أنا فيه ده أو كأن التجويد ده هو القلب نفسه اللي جات منه رسالة أو اللي بعتت منه رسالة، يبقى ناحية رمزية تانية. مش بس كده، ده في ناحية رمزية كمان. يعني المحراب ده عامل زي الكومة. وده من ناحية القرآن إيه؟ الله نور السماوات والأرض مثلا نريد كمشكاة فيها مصباح. فبالتالي الكومة بتاعته أو المشكاة أو النور، فكأن المحراب نفسه أو وجود المحراب نفسه طبعا كأنه هو النور نفسه. تمام، النور والمصباح اللي بينور ده وبياخد الإنارة من الله اللي هو الإنسان نفسه. تمام، يبقى عرفتوا فكرة رمزية المحراب وقدرته وجوده في المكان. فده المكان اللي هي قبة الملك الصالح نجم الدين أيوب. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. يهمنا تعليقاتكم وآرائكم وتفاعلكم على الصفحة، ولو في أي أسئلة تحت أمركم. أشوفكم على خير في حلقة جديدة وموضوع جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.